فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا. وأفضل قدوة، ما هي أفضل قدوة؟ من هو أفضل قدوة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أفضل قدوة من هو؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الآن نحن نتعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هذا الدرس الثالث، وأخذنا مع أصدقائكم بعض الدروس، الدرس الأول والثاني إذا تجدون في مقطعين على اليوتيوب إن شاء الله لحتى تتابعوا هذه الدروس. فالآن وصلنا إلى السؤال 27. طيب، كم كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما توفي جده عبد المطلب؟ اذكروا سمين بعد ما توفي النبي عليه الصلاة، بعد ما توفيت والدته من كفله؟ جده عبد المطلب. كم كان عمره لما توفيت والدته؟ نعم يا إبراهيم. لا صحح، مين صحح له؟ 6 سنوات. كان عمره 6 سنوات صلى الله عليه وسلم. إذا كان صغير عمره 6 سنوات. توفيت والدته فمن كفله؟ جده عبد المطلب. كم كان عمره لما توفي جده عبد المطلب؟ كم كان عمره؟ لا، من يصحح؟ من يعطيني الجواب الصحيح؟ 8 سنوات. ممتاز يا محمد أمين، ما شاء الله، مشاركة طيبة يا محمد أمين. المشاركة في الدرس أمر ضروري يا شباب. فإذا كان عمره 8 سنوات. من تولى كفالته بعد جده؟ يلا بعد جده من الذي كفله؟ حمزة. لا، كفيله، من كفيله بعد جده؟ مع مين صار يربيه يعتني فيه؟ عمه. من عمه يا عبد الله؟ يلا، ما اسمه؟ أبو طالب. عمه أبو طالب. مين أبو طالب؟ مين هذا أبو طالب؟ أبو مين من الصحابة الكرام؟ نعم، أبو مين؟ علي. أو سيدنا علي. نعم، والد سيدنا علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى رضي الله عنه. طيب، ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة؟ ماذا كان يشتغل؟ ما هي كانت المهنة، العمل الذي يعمله؟ التجارة. مع التجارة كان في قبلها في مهنة ثانية، ما هي؟ راعي الأغنام. إذا كان يرعى الأغنام. تعرفوا الأغنام صحيح؟ كان يرعى الأغنام حتى يتدرب على رعاية البشر، لأن الأغنام صعب ضبطها، يمكن يعني حتى تضبط، وحتى لأنها ليست لديها عقل واعي، لما لديها عقل غريزي، فحتى يضبطها، فكذلك حتى يتعلم على ضبط البشر، قيادة البشر. نعم، إذا كان قبل البعثة يعمل برعي الأغنام، ثم بعد ذلك بدأ بالتجارة، يعمل بالتجارة للناس. نعم. أول سفر أو أول رحلة قام بها النبي عليه الصلاة والسلام مع من وإلى أين؟ الشام. راح الشام. ممتاز يا جاد، ما شاء الله. جاد طلعوا طفل صغير عرف هذا الجواب. إذا ذهب إلى الشام مع من يا أمين؟ أبو طالب. مع عمه أبي طالب. ذهب في رحلة تجارية إلى الشام، إلى مصر الشام مع عمه أبو طالب. ما اسم الرجل الذي رأى خاتم النبوة على كتف النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الرحلة؟ لما وصلوا الشام نزلوا تحت شجرة أو نزلوا في مكان، فكان في شخص على قمة جبل هيك على صومعة يهودي، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى هذه القافلة، وقال لعم، قال له هذا سيكون نبي هذا الزمان، فأعده إلى مكة، خاف عليه من اليهود. رآه رجل يسمى بحيرة الراهب. ما اسمه؟ بحيرة الراهب. إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السفر الذي سافر به إلى الشام. طيب، اذكر صفة الخاتم الموجود بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام. بين هذا بحيرة الراهب شو رأى؟ خاتم النبوة بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام في الجهة اليسرى، أقرب إلى الجهة اليسرى. شو وصف هذا؟ نعم. كان مكتوب عليها محمد رسول الله، من الأسفل محمد، فوقها رسول، فوقها الله، في الترتيب هكذا مكتوب محمد رسول الله. إذا هذا هو خاتم النبوة. طيب، كيف كان شكله؟ قال كان بحجم بيضة الحمامة، هيك غدة بحجم بيضة الحمامة، مكتوب فيها محمد رسول الله. نعم. طيب، ما الحرب التي شارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، وكم كان عمره؟ شارك في حرب. نعم. نشوف الطفل الصغير الحلو. يلا هات شو هي الحرب معك يعني. طيب، مين كمان؟ إبراهيم. 40. لا، قبل 40 هي حرب. نعم. كان عمره 20. لا، أكثر شوي. كان 20. كان عمره 20 صحيح، كان عمره 20 سنة.
ما هي الحرب؟ حرب الفجار. ما اسمها؟ حرب الفجار. إذا شارك النبي عليه الصلاة والسلام بحرب اسمها حرب الفجار قبل البعثة، وكان عمره 20 سنة. ماذا كان يفعل؟ قال كان ينبل لأعمامه، يعني يجهز النبل، السهم اللي بيضربوه هذا يجهز النبل ويقدمها للمقاتلين يساعدهم في هذا الأمر. طيب ما اسم أول حلف هيك مؤتمر واجتماع سووه في مكة قريش؟ ما اسم هذا الحلف ولماذا؟ نعم يلا مين بيعرف؟ ما بتعرف. طيب أنا بجاوب. اسمه حلف الفضول. ما اسمه؟ حلف الفضول. شو قصة هذا الحلف؟ شو قصتهم منه؟ قصتهم يأخذوا الحق من الظالم ويعطوه لمن؟ للمظلوم. في واحد ظالم أكل أموال الناس، يصير أكل أموال الناس بالباطل؟ لا. إذا واحد له حق عليك ولو 5 ليرات، انتبهوا يا شباب، واحد له حق عليك ولو 5 ليرات تروح تقول له تفضل هي حقك. ليش؟ لأنه يوم القيامة الحساب راح نتحاسب على الذرة، مو على القرش. يعني القرش الليرة كم قرش فيها؟ 100 قرش صحيح؟ بس يوم القيامة نحن راح نتحاسب على الذرة، مو بس على الشيء البسيط. أبسط البسيط راح نتحاسب عليه. فإذا واحد له عليك حق روح أدي هذا الحق. فإذا كان هنالك حلف الفضول. ما اسمه؟ حلف الفضول. القصد من هذا الحلف هو أداء حق المظلوم، يعني نأخذ المال من الظالم، شخص أكل أموال الناس بالباطل يؤخذ منه الحق ويعطى للمظلوم. إذا طيب المرة الثانية التي سافر بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أين ومع من؟ يلا إلى أين ومع من؟ إلى مصعب. إلى الشام. كذلك كانت السفرة الثانية إلى الشام. مع من؟ لا، مع خادم أو غلام السيدة خديجة اسمه ميسرة. إذا ذهب في تجارة بأموال السيدة خديجة قبل أن يتزوجها إلى الشام بالتجارة لكي يتاجر بأموالها. كم كان عمره؟ يلا كم كان عمره؟ 20. حرب الفجار 25. صحيح يا محمد أمين، ما شاء الله مشاركات محمد أمين. إذا كان عمره 25 سنة ذهب في سفرة ثانية إلى الشام بتجارة بأموال السيدة خديجة رضي الله عنها مع غلامها ميسرة. اسم الغلام؟ ميسرة. نعم. طيب الآن سؤال سهل جدا ومهم. ما اللقب الذي كان يلقب به النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة؟ ما نزل عليه ملك الوحي. نعم. محمد الأمين. في كلمة ثانية. ما اسمه؟ محمد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول كلمتين مع بعضهم: الصادق الأمين. الصادق الأمين. كان صادق وأمين. صادق لا يتكلم الكذب، لأن نحن نتعلم إن شاء الله ما نتكلم الكذب. كان نكون صادقين بأقوالنا وأعمالنا وأفعالنا وأحوالنا، ما نتكلم الكذب. ما تضطر تكذب نهائيا. تعالوا هون يا شباب مشان نشوفكم. محمد، أحمد، عمر، حسن، قرب لهون. يلا اقعد عندك. ايوه عندك. اذا كان يلقب الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. تعال يا يمان. يلا. فكان يلقب الصادق الامين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. من اول امراه تزوجها النبي عليه الصلاه والسلام؟ من هي؟ خديجة. لا من نحترمها هي امنا السيدة خديجة رضي الله عنها. اذا لما نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وآل البيت والصحابة الكرام نحترمهم، ما هو أشخاص عاديين هذول هيك لا نتكلم عنهم. إبراهيم، خديجة، لا، نقول السيدة خديجة رضي الله عنها. إذا ولم يجمع معها امرأة غيرها، ما تزوجها هي، ما تزوج عليها لحتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. كم كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما تزوج السيدة خديجة؟ كم كان عمره؟ لا في جواب صحيح. حمزة. لا 25 سنة. إذا كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 25 سنة. طيب كم كان عمر السيدة خديجة؟ 40 سنة. صحيح ما شاء الله. إذا كان عمر السيدة خديجة 40 سنة وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 25 سنة. طيب الآن اذكروا لي أولاد النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة خديجة. الأولاد الذكور كم واحد؟ لا أنا ما راح أشتري. لا ليه؟ ممتاز يا محمد أمين. الأولاد الذكور من السيدة خديجة ولدان، من هما؟
القاسم وعبد الله. القاسم وعبد الله. إذا أولاد النبي عليه الصلاة والسلام الذكور من السيدة خديجة هما القاسم وعبد الله. الإناث كم واحدة الإناث؟ 4 الإناث. يلا الآن نذكر أسماء الإناث. السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. بعدها السيدة زينب. بعدها السيدة رقية والسيدة أم كلثوم. نعيد الأسماء حتى نحفظها. إذا أولاد النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة خديجة كم واحد؟ 6. 4 إناث و2 ذكور. يا السلطان ركز. أولاد النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة خديجة 6. 4 إناث و2 ذكور. الذكور هما القاسم وعبد الله. عبد الله يلقب بالطاهر الطيب، من أسمائه الطاهر الطيب. القاسم وعبد الله. الإناث السيدة فاطمة الزهراء والسيدة رقية، السيدة زينب، السيدة أم كلثوم رضي الله عنهم جميعا. طيب فين النبي عليه الصلاة والسلام في أولاد آخرين؟ مين بيعرف؟ اسمه سيد إبراهيم. ابن مين؟ لا السيدة عائشة ماتها. من هو؟ ابن مين؟ من اسمه أمه؟ يلا مين يعرف؟ السيدة ماريا القبطية. السيدة ماريا القبطية. إذن ولد واحد من السيدة ماريا و6 من أولاد من السيدة خديجة رضي الله عنها. طيب السؤال الأخير ونقف هنا. كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام توفوا في حياته، أولاده الذكور القاسم وعبد الله وإبراهيم. لما توفي إبراهيم ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ حزن عليه، حزن على وفاته فقال إن العين لتدمع وإن القلب لا يخشع وإن القلب لا يحزن. عفوا، إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ما شاء الله. طيب سمي على مين؟ على سيدنا إبراهيم. نعم. الله يبارك فيكم. يكون على هذا الشكل انتهى من ميلاده صلى الله عليه وسلم ونسبه وشيء من حياته صلى الله عليه وسلم. الدرس القادم نبدأ ببعثته صلى الله عليه وسلم، بعثته ونزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم والحمد لله.